وأنا أدعو إخواني في المغرب، الجماهير، القوى الإسلامية والوطنية وبكل اتجاهاتها الفكرية والسياسية، أن تخاطب قيادة البلد غيرة على المغرب، غيرة على مصالحه وأمنه، وغيرة على فلسطين، خاصة في ظل هذه الجريمة، وفي ظل الحقائق الخمس اللي شرحتها، وفي ظل انكشاف صورة هذا الكيان. أن تقطع العلاقات، أن يتوقف التطبيع، أن يطرد السفير، أن تطوى هذه الصفحة التي جاءت خارج السياق الطبيعي لدولة محترمة كالمغرب. فهذه خطوة كبيرة، وإلا كيف سيغير قادة أمريكا والغرب موقفهم إذا لم يروا آثارا حقيقية، إذا لم تحرك أوراق القوة في ورقة المصالح الاقتصادية، ورقة العلاقات السياسية، ورقة التطبيع، كل الأوراق التي نملكها في مصالح، في سياسة، في أوراق قوة. إذا اليوم ما استعملناها متى نستعملها؟ الورقة في المغرب بيدها. الله الله في هذه الخطوة. وإذا وقف الشعب المغربي العزيز سندا لحاكمه، يستطيع المغرب رسميا وشعبيا أن يخطو هذه الخطوة بجدارة، يصحح خطأ ويؤدي واجبا، وهذا يكون نصرة حقيقية لأهل فلسطين وضغطا على الاحتلال وأوليائه في الغرب. أيها الإخوة المغاربة، أيها الأحرار رجالا ونساء داخل الوطن وخارج الوطن، انتبهوا إلى سياسة أبناء أحمد الشرعي. فأبناؤه في المغرب وهم كثر، سواء في الإعلام وكذلك حتى في الأحزاب السياسية. السيؤزين الحزب ديالو شنو كيقول بلي أن الهضرة ديال مشعل الموجهة إلى المغاربة وإلى المغرب هي من صميم إحداث الفتنة في المغرب. وماشي غير هو، هاد الناس تفضحوا، واش أنت مع فلسطين ولا أنت مع إسرائيل؟ والحاجة الأهم، واش حنا مع التطبيع ولا ضد التطبيع؟ واش حنا مع بقاء مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب ولا حنا ضده؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن نجيب عنها، وهذه هي الأسئلة اللي خصكم تسولوا أي واحد اليوم كيندد بداك الشيء اللي قالوا مشعل. هو ما بقاش فيه داك الشيء اللي قالوا مشعل لقاه بمثابة واحد الفرصة باش يدافع على إسرائيل بطريقة أخرى. في الآونة الأخيرة مور داك المقال ديال كلنا إسرائيليون، المغاربة من طنجة إلى القويرة بقاو كينتقدوا الرمضاني، كينتقدوا دافقير، كينتقدوا أحمد الشرعي، كينتقدوا أي واحد موالي للأطروحة ديال إسرائيل، لدرجة أن الرمضاني على سبيل المثال شنو قال لك؟ إلا بغيتوا تخرجوا في مظاهرات خرجوا، ولكن قولوا الشعب يريد إسقاط الطبع إلا الرمضاني. حنا عارفين المغاربة ملي كيتعلق الأمر بشي حاجة فيها الملك، المغاربة مع الملك، حنا عارفين هادشي. فهاد الناس هادو شنو كيديروا؟ كيستغلوا باش يفوتوا أطروحة اللي ما كتخدم لا الملك وما كتخدم لا الوطن، ما كتخدم لا المغرب ولا هم يحزنون، كتخدم إسرائيل. اليوم كيقول لك لا، لقد أهان الملك. زعما هما عندهم مشكل زعما في إهانة الملك ولا في إهانة إسرائيل؟ هم يدافعون عن إسرائيل بحجة أن مشعل أهان الملك وأهان سيادة الدولة.